تبقى محتاج ان انت اصلا تفشل في حاجات عشان تتعلم احسن. وكان في حاجات في دماغنا كنا متخيلين انها تبقى جامده جدا ولازم نعملها، ولما جينا نجربها طلعت انا دلوقتي هخسر سنه بس هكسب قصادها 29 سنه. ممكن تقول لي يا استاذه فوزيه ايه رايك في مجاميع الثانويه العامه بتاعت السنه دي؟ السلام عليكم. اليوم ال16 الحمد لله لسه مكملين. عامل نفسي مش واخد بالي ان انا ما نزلتش حاجه امبارح. في نوع كده من العقليات بنسميه عقليه المدرسه، وده اغلب الناس يعني بيبقوا عندهم العقليه دي بسبب ان احنا لان اقل حد فينا تقريبا قضى 16 سنه من حياته في التعليم. فالعقليه دي بقى بتبقى متاثره بالنظام التعليمي، النظام التعليمي اللي هو قايم على الحفظ وانك تبقى بتذاكر وبتمشي دنيتك عشان تخش الامتحان. مشكله العقليه دي بالذات لو كان الشخص اصلا شاطر في الدراسه، انه لما بيطلع بقى للحياه العمليه ما بيبقاش متقبل فكره الفشل عموما، وتلاقي انه دايما بيعمل اي حاجه عشان الحاجه تطلع بيرفكت زي نتيجته في المدرسه او زي الامتحان اللي هو كان داخل يقفله. والفكره ان في الشغل او في الحياه العمليه الدنيا ما بتمشيش كده. تبقى محتاج ان انت اصلا تفشل في حاجات عشان تتعلم احسن، او تجرب حاجه وتفشل فيها عشان تاخد فيدباك وبعدين تحسن الحاجه دي او تتعلم منها برضه. طبعا اغلبيه الاشخاص بيبقوا طالعين بعقليه المدرسه دي للدنيا، فبتبقى عقليتهم متحجره نوعا ما ناحيه التجارب او اي حاجه ليها علاقه بفكره انه ممكن يفشل في وقت من الاوقات في الحاجه اللي هو بيعملها. فبتلاقي دايما الاشخاص خايفين انهم يجربوا، وللاسف العقليه دي ابعد ما يكون عن الواقع، لان التجربه هي اكتر حاجه تقدر تعلمك او تقدر تضيف لك حاجه في الدنيا او تثبت لك معلومه. ويمكن مجال الماركتنج عموما قايم بشكل كبير قوي على التجربه، ودي واحده من الحاجات اللي انا بحبها في المجال بالمناسبه. يعني هي مش حاجه بتضايقني، بل بالعكس بحسها مثيره للاهتمام اكتر. فكره ان انت تبقى داخل تعمل حاجه انت مش عارف الحاجه دي نتيجتها هتطلع ازاي، بس انت محتاج تجرب عشان تعرف. مفيش حد هيجي يقول لك والله انت هتعمل 1 2 3 فهيطلع معاك 1 2 3. ولو حد قال لك كده في المجال بتاعنا اعرف ان هو بنسبه كبيره نصاب او مش فاهم هو بيقول ايه. المشكله ان نظام التعليم والمدرسه حرمتنا من متعه التجربه. يعني تخيل تبقى معاك معطيات معينه ولما تمكسهم مع بعض يطلع لك حاجه، وبعدين الحاجه دي ما تبقاش عاجباك فترجع تمكس الحاجه دي تاني يطلع لك حاجه مختلفه. فالموضوع ممتع جدا، ولكن للاسف اغلبنا بيبص على الحته السلبيه في الموضوع، انه احنا فشلنا، التجربه فشلت. ايه المشكله ما تفشل؟ هنتعلم ازاي؟ وبمناسبه البروجكت اللي انا عرضته معاكم من اول ما بدات الفلوجز دي، البروجكت ده قبل ما تشوفوا الحاجات اللي انا وريتها لكم دي كان في جزء ما اتعرضش قبل كده، وهو جزء البايلوت. والبايلوت هو حاجه احنا بنعملها هنا في الشغل للحاجات اللي احنا مش متاكدين هي هتطلع مظبوطه ولا لا، الحاجات اللي هي جديده اول مره نعملها، الحاجات اللي احنا محتاجين نختبرها فنشوف نتيجتها عامله ازاي. فكل ده بنعمل له بايلوت. والبايلوت بكل بساطه بيبقى نسخه شبه النسخه النهائيه ولكن بتفاصيل اقل وريسورسز اقل كمان. يعني الادوات اللي انت بتستخدمها بتبقى اقل من الحاجه اللي انت هتستخدمها في الاخر او يوم التصوير نفسه. ولو هتستخدم حاجات معينه او هتعرض حاجه في التصوير فبتعمل حاجه شبهها او حاجات كروكي مثلا. الفكره بقى ان انا بشوف موضوع البايلوت ده عبقري، يعني مع انه بسيط جدا. فكره ان انت بس بتجرب في حاجه في دماغك فانت تروح تجربها، الموضوع يبان بديهي لابعد حد، ولكن بشوف ان في ناس كتير ما بتبقاش عارفه ده، ما بتبقاش عارفه ان هي محتاجه تجرب عشان تفشل وتطلع نتائج سلبيه، فعلى اساس النتائج دي يبدا ان هو يعدل ويظبط الوجهه بتاعته او يظبط الحاجه بتاعته. يعني البايلوت بتاع الفيديو اللي احنا كنا شغالين عليه ده وضح لنا حاجات كتير قوي كناش واخدين بالنا منها. وضح لنا ان في زوايا معينه لازم تتشال، ان في كادرات معينه كنا حاطينها محتاجه ان هي تتصور بزاويه ثانيه او محتاجه ان يكون فيها تفاصيل معينه. وضح لنا مثلا ان في حاجه لما هنيجي نصورها هتظهر لنا مشكله ما، فالمشكله دي ازاي هنحلها او ازاي هنتعامل معاها. وكان في حاجات في دماغنا كنا متخيلين انها تبقى جامده جدا ولازم نعملها، ولما جينا نجربها طلعت مش احسن حاجه ممكن تتعمل فغيرناها. فكل ده لما كناش عملناه كنا نروح يوم التصوير نلبس في كل المشاكل دي كلها. في مصطلح مهم جدا اسمه افشل بسرعه. انا عايز اقول لك ان المصطلح ده لو جزء من عقليتك فده هيفرق جدا جدا في رحله تعلمك في اي شيء، لان المصطلح ده بكل بساطه بيقضي على معتقدات كتير قوي جوه دماغك انت مش واخد بالك منها. يعني اغلبنا لما بيكون عنده فكره عايز ينفذها او مشروع عايز ينفذه بيبقى شايف الموضوع فيه تفاصيل كتير قوي وحاجات كتير قوي لازم تتعمل، فبيبدا ان هو يخاف يجرب او يخاف ان هو يدوس في الموضوع، لانه بيبقى شايف ان التفاصيل كتير دي ممكن تبوظ له الدنيا او ان هو ما بيعرفش يعملها. والحقيقه ان انت بس محتاج تاخد خطوه بسيطه في الموضوع ده، انك تاخد التفاصيل الكبيره دي وتقسمها لتفاصيل اصغر، او تاخد جزء من كل حاجه وتروح تتعلمها او تروح تجربها وتشوف النتيجه بتاعتها عامله ازاي. وبيقضي برضو على فكره الافكار المثاليه.
يعني في ناس كتير جدا بتبقى شايفه ان فكره المشروع بتاعها او الفكره اللي عندها بشكل عام دي فكره بيرفكت مفيش منها اتنين، وبيفضل فاكر كده لحد ميعاد التنفيذ، وفي وقت التنفيذ بقى بتظهر العيوب والمشاكل اللي في الفكره بتاعته. طبعا هنا التكلفه بتبقى عاليه جدا. تخيل مثلا لو هنقول ان انت كنت لو جربت كنت هتصرف 10 جنيه بس هتعرف العيوب والمشاكل وتحلها، في مقابل ان انت كنت هتغلط قدام الكلاينت مثلا او في وقت التنفيذ وده كان هيكلفك 1000 جنيه. فانهي فيهم احسن؟ ادفعها دلوقتي وهستفيد بعد كده بال 1000 جنيه لان عرفت العيوب والمشاكل اللي في الفكره بتاعتي. وفي الاداره بشكل عام في مصطلح اسمه الام في بي، وده مصطلح منتشر قوي ما بين الستارت ابس والشركات بتاعه السوفت وير. الام في بي هو اختصار لحاجه اسمها المينيمم فايبل برودكت، او بالبلدي كده المنتج اللي فيه اقل الامكانيات اللي تخليه يحل المشكله اللي المفروض يحلها. يعني على سبيل المثال انستا باي اول ما طلع ما كانش فيه اوبشنز كتير تقريبا، هو بس كان فيه اوبشنز محدده بتحل المشكله اللي هو طالع عشانها، وده خلى الناس اللي شغاله على انستا باي يجي لهم فيدباك كتير من الناس اللي استخدمت الابلكيشن، وبداوا ان هم يعدلوا وينزلوا ابديتس وهم شغالين. ولكن لو هم كانوا فضلوا مستنيين ان الابلكيشن بتاعهم يبقى بيرفكت من كل الفيتشرز الممكنه ونزلوه في السوق، كان ساعتها ممكن يلاقوا مشاكل كتير قوي هم مش هيقدروا يحلوها، او تكلفه ان هم يصلحوها في الوقت ده اعلى بكتير جدا، او الوقت اللي هم كانوا هيصرفوه في ان يطلعوا ابلكيشن بيرفكت 100% بكل الفيتشرز كان ممكن حد ساعتها يطلع ابلكيشن تاني شبهه وياكل السوق منهم بكل بساطه. فالام في بي هو حاجه بتفيد الشركه في انها بترجع لهم فيدباك حقيقي عن السوق وعن الكاستمرز اللي هم بيبيع لهم، وبالتالي بيقدروا ان هم يعدلوا في الحاجه تعديلات حقيقيه تفرق مع المستهلك. وحاجه كمان بيقضي عليها موضوع الفشل السريع ده هو فكره انه بيخرجك بره البابل بتاعتك. اي حد فينا بيبقى عنده حاجه عايز يعملها بيبقى حابس نفسه جوه بابل كده او جوه فقاعه كده، ما بيبقاش شايف غير ان الفكره بتاعته دي ممتازه والفكره بتاعته دي مبهره وان هي لو نزلت السوق هتكسر الدنيا، او الفيديو بتاعه ده لما ينزل هيكسر الدنيا، مع ان الحقيقه ان الحاجه دي مليانه عيوب وفيها مشاكل، وانها لو نزلت السوق ممكن ما تتباعش، او الفيديو ده لما ينزل ممكن ما ينتشرش وما يجيبش الحاجات اللي هو متوقعها. فبالتالي لما تجرب وترجع بفيدباك ده بيبقى عامل زي الدبوس اللي بيفرقع لك الفقاعه اللي انت فيها دي وبيخرجك للعالم الحقيقي. ولو هنتكلم بقى في الحياه بتاعتنا كشباب فاحنا اكتر ناس المفروض نبقى بنجرب، وبين اغلب اللي في سني بيبقى اكتر حاجه شاغله بالهم هو شغلانه معينه او الجواز او كده، فبنحس مثلا الشغلانه المعينه دي فكره انك تجرب دلوقتي الشغلانه دي وتلاقي ان هي مش نافعه، ثمنها عليك اقل بكتير من انك تجرب شغلانه وانت في الثلاثينات او في الاربعينات. احنا وقتنا محدود، فتخيل انت دلوقتي فاضل لك مثلا من عمرك 30 سنه، انت دفعت منهم سنه واحده بس، فسنه بالنسبه ل 30 حاجه قليله جدا. لكن لو فاضل لك في حياتك مثلا 10 سنين ودفعت سنه في حاجه وفشلت فيها، فتكلفه السنه بالنسبه ل 10 سنين حاجه كبيره جدا عكس السنه ل 30. فدايما احسب الحاجه بالوقت، انا دلوقتي هخسر سنه بس هكسب قصادها 29 سنه. ولو هقول حاجه اخيره في موضوع التجربه ده فعايزك تحسبها بطريقه مختلفه غير موضوع الوقت، وهي انك تحسبها بنسبه النجاح والفشل. بمعنى ايه؟ انك لو قدامك حاجه وقدامك انك تجرب فيها، فانت قدامك قرارين، يا تجرب يا ما تجربش. لو ما جربتش فانت كده 100% خسرت الحاجه دي، لكن لو جربت فانت قدامك هنا احتمالين 50 50% هتنجح و50% هتفشل. فانت هنا في 50% فشل، بس في الحاله دي انت جربت فاكتسبت خبره، فانت في الحالتين كسبان. لكن اللي ما جربش فهو ولا اتضافت له حاجه جديده في خبرته ولا حتى استمتع بلذه التجربه. فلو في حاجه تطلع بيها من الفيديو ده هي انك ما تخافش من الفشل. الفشل هو اكتر حاجه هتعلمك في الدنيا، لان للاسف عقليه المدرسه والامتحانات وان الفشل ده حاجه نهايه الدنيا هي حاجه مغروسه جوانا غصب عننا بسبب كميه الوقت اللي احنا قضيناه في التعليم. بيبقى صعب شويه ان احنا نتغلب عليها في بعض الاحيان، ولكن ده مش مبرر ان الواحد ما يحاولش انه يبقى احسن كل شويه. وحتى موضوع الفيديوهات اللي انا بعمله ده جزء منه تجربه، لان اكيد هطلع منه بفيدباك كويس او هطلع منه بحاجات معينه اتعلمتها او حاجات عرفتها عن نفسي. ففي كل الحالات انا كسبان. الحاله الوحيده اللي ما كنتش هكسب فيها هو كان اني ما جربش اصلا الموضوع من الاول.